غزة بتموت. خبر عادي مش مهم. من يومين اكتر من 200 غزاوي ماتوا عشان مش لاقيين لقمة ياكلوها، ومن ضمنهم 70 طفل. خبر عادي مش مهم. من اسبوع اليهود نزلوا اتظاهروا في قلب تل ابيب، عارفين ليه؟ عشان محدش يدخل لقمة لاهالينا في غزة. خبر عادي مش مهم. 10 مليون يهودي خاصوا مليار و300 مليون مسلم. خبر عادي مش مهم. 10 مليون يهودي خلونا اسمنا الوطن المخصي مش الوطن العربي. ربنا ادانا كل حاجة، ادانا الطاقة، ادانا المال واحنا قاعدين، ادانا العدد. ناقصنا ايه؟ انا مش عارف. تعرفوا اقصر خطبة في التاريخ وخطبة مقدسة بالنسبة لي، طلع الامام على المنبر وقال لقمة لقمة في بطن جائع خير من بناء 1000 جامع، وخير ممن أكسى الكعبة وألبسها البراكع يا خادم الحرمين، وخير ممن قام الليل راكع، وخير ممن جاهد الكفر بسيف مهند قاطع، وخير ممن صام الظهر والحر واقع. من أنزل الدقيق في بطن جائع له نور مثل نور الشمس ساطع، فبشرى لمن قطع مجائع. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله. قوموا يا أمة المخصيين. المسؤول على اللي بيحصل في غزة ده كل الشعوب العربية والحكام العربية، وسببه الجبن والخزي والعار للشعوب العربية وانبطاح الحكام العربية. العدل يوم القيامة هيكون بشكل مرعب. سلام. يا محمد ما تشفعش المسلمين، ما تشفعش.